السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وبخير. احنا النهاردة هنبدأ بقى في الداتا تايبس. خلاص، ونبدأ أول داتا تايب معانا اللي هو السترينج. تمام، هنبدأ بالسترينج. طيب بس خلينا أول بس نراجع يعني ايه داتا تايب. احنا اوريدي كنا عارفين من السيشن اللي فات يعني ايه داتا تايب، بس خلينا بس ايه نراجع الداتا تايب. أنا داتا تايب بالنسبة لي هي اللي انا بحطها. خلاص، اعرف ان الفاريبل نيم ده لما هستخدمه هيبقى بداتا تايب محدد. يعني انا فاكرين مثال البوكس اللي احنا كنا جايين قلنا ان احنا لو حطينا بوكس هنا وسمينا البوكس ده تويز، خلاص ان هو بيعبر على اللي جواه. تمام، طب بيعبر عن اللي جواه يبقى اللي جواه غالبا يعني هيبقى من النوع تويز، لان هيبقى جواه كله تويز. انا الداتا تايب نفس الكلام، انا بعرف مثلا ان انا هيبقى عندي ارقام. خلاص، ارقام، يبقى هنا الداتا تايبس اللي عندي هتبقى كلها بتاعت الارقام اللي هي عندي مثلا زي الانت والدبل والنم. تمام، يبقى الداتا تايب هي اللي انا بستخدمها عشان تعرفني ايه النوع بالظبط اللي الفاليو هيبقى موجود فيه، يعني اللي جوه ده هيبقى نوع ايه بالظبط. تمام، بستخدم الداتا تايب عشان ما استخدمش نوع تاني، ما احطش في البوكس ده حاجه تانية. طيب، في عندنا built in data types في دورت. خلاص، النمبرز والسترينجز والبوليانز والليست والمابس sets runes والنون. تمام. طيب كل داتا تايب ليها كي ووردز، واحنا فهمنا يعني ايه كي ووردز. دارت بتستخدمها عشان تعرف الحاجات دي. يعني مثلا النمبرز دارت بتستخدم انت ودبل ونم، ودول هنعرفهم السيشن الجاي، وهنعرف كل واحدة فيهم ايه علاقتها بالنمبرز، يعني كل واحدة فيهم يعني بتعبر عن ايه في النمبرز. خلاص، دي الكي ووردز اللي دارت بتستخدمها، الانت والدبل والنم، علشان تعرف ان النوع اللي انا هحطه ده نوعه نمبر. خلاص، whatever بقى يعني السبيسيفيكيشنز بتاعت كل واحده فيهم، بس المهم يعني ان هي بتعرفني ان الداتا تايب ده نمبر. خلاص، طيب السترنج اللي احنا هنعرفها النهارده، السترنج دي بتعرفني خلاص ان نوع الفاليو اللي انا هخزنه ده من نوع سترنج. يعني ايه من نوع سترنج؟ يعني هتخزن تكست، هتخزن sequence of characters، يعني جمله. تمام. طيب، في البولينز، خلاص، والكيورد بتاعتها بول. خلاص، ودي بتعرفني ان الفاليو اللي انا هخزنه خلاص نوع يا ترو يا فولس. عمر الفاليو ما هيبقى ليه نوع تالت، هو يا ترو يا فولس. دي معنى كلمة بولينز، يا صح يا غلط. طيب الليست، خلاص الليست دي برضو لسه هنشوفها قدام. دي بتعرفني خلاص ان انا هعمل ستور لمجموعة من الايتمز يكونوا ordered. خلاص، وهنعرف يعني ايه ordered لما نيجي للليست. طيب الماب برضو بتخزن values، بس key value pairs، يعني بوصل لها عن طريق key او مفتاح يعني. فاحنا دي برضو هنشوفها قدام ونفهم يعني ايه key value pairs. تمام. طيب الست بتخزن برضو مجموعة من الايتمز بس مش ordered، ودي هنفهمها، لازم يبقوا في نفس التايب، وكمان بيبقوا unique values، وهنفهم يعني ايه unique values كويس قوي. تمام. عندنا الرونز. خلاص، الرونز دي اللي هي الكيورد بتاعتها رونز برضو. خلاص، ودي اللي بتحول السترنج بتاعي ليونيكود فاليو. ايه اليونيكود فاليو ده؟ تعالوا كود كاركترز. تمام، هوريها لكم. طيب دي اليونيكود كاركترز، انا مثلا بديها 3. خلاص، الكود بتاعها 0033، ده اللي الكمبيوتر بيعرفه عشان يقدر يعرضه لي. خلاص، يبقى هي بتحول لي السترنج، خلاص، او ايا كان اللي انا هحطه. تمام، التكست اللي انا هحطه بتحول لي اليونيكود نمبر. تمام، هنشوفها قدام، بس دي يعني مش بتستخدم كتير، يعني غالبا مش هتشوفها لما تبدأ في فلوتر يعني. طيب النل بقى دي، ودي اهم حاجه موجوده في دارت. خلاص، ودي هنشوفها لان دي اللي بتعبر عن النون سيفتي لما جينا اتكلمنا في البدايه خالص عن دارت وفلاتر. خلاص، فالنول دي مهمه جدا وهنخش لها باذن الله قريب جدا، ودي اهم حاجه موجوده في دارت. طيب خلونا بقى نبدا النهارده. ايه اللي هنبدا بيه؟ احنا النهارده قلنا هنبدا بالستريت. خلاص، سوري، النهارده كده هنبدا بالستريت. خلينا الاول نتاكد ان احنا فهمنا. قلنا السترينجز دي بتخزن لي خلاص تكست فاليو، يعني sequence of characters. تمام، يعني لو جمله انا هحطها، حرف انا هحطه، المهم ان انا ايه هحط characters. تمام. طيب خلينا بقى ايه نبدا. ان احنا عشان احنا متفقين من الفيديو اللي فات ان انا عشان اعرف variable، خلاص كنت بكتب كده type، بعد كده الفاريبل name. تمام، بعد كده equal واديله الفاليو والسيمي كولون. طيب، يبقى انا هبدا بقى في السترينج. يبقى الطيب بالنسبه لي هيبقى string s capital وstring variable name، مثلا احط name، خلاص، وايكوال value. طيب الفاليو دي احطها ازاي؟ يعني هل هحط مثلا لو اسمي هحط الشروق كده؟ خلاص، خلينا نروح لدارت بات.
dot. طيب رحنا كده دوت باد. خلينا بقى نعرف اول حاجه هكتب string اس كابيتال. اس كابيتال وقلنا مش هينفع احط اس سمول، لو حطيت اس سمول كده هو مش هيعرف اصلا ايه string دي. بص undefined name string هو ما فهمهاش لان احنا قلنا ان دوت case sensitive. طيب خلاص نرجعها زي ما هي اس كابيتال. خلاص نحط الفاريبل نيم، مثلا انا هحط اسم فهكتب نيم خلاص وهكتب شروق كده. طيب اول حاجه هو ما فهمش ايه شروق دي خلاص، يبقى أول حاجة محتاجين إن إحنا نعرفها إن أي string أو أي text أي حاجة أنا أحطها وأحطها من باب إن دي text يعني string، مش هحط أي حاجة غير text خلاص. يبقى أنا محتاجة أحطها في double quotation. أشيل شروط دي كده كده وأبدأ أكتب شروط. بصوا كده ما اعترضش عليه، ما قاليش أنا مش فاهم شروط، هو لا هو فاهم إن ده text خلاص وحطيته في double quotation. وممكن عادي إن أنا أحطه في single quotation وأكتب شروط كده. في لغات تانية الدبل عن السنجل بتفرق، بس هنا عادي انا السنجل والدبل نفس الحاجة. طيب تعالوا نعمل برنت كده، برنت النيم تمام. طيب ونعمل رن، اتأكد بس ان كل حاجة تمام. هو ساعتها بقى هيشيل النيم دي خلاص ويشوف الفاليو بتاعتها ايه. الفاليو بتاعتها التكست اللي هو شرو ويحطه يطبعه لي تمام. فهمنا دي اول حاجة ان احنا في نقفل دي كده في السترينج خلاص. انا اقدر اعمل شروط كده دبل كوتيشنز واكتب شروط خلاص، او انا اعمل سنجل كوتيشن. طيب دي بقى أول حاجة مهمة بالنسبة لي. طيب أنا عايزة أكتب مثلا هنا مثلا string كمان وأكتب city أو ماشي أكتب city مثلا. نكتب مثلا جيزة مثلا تمام أهو. طيب أنا عايزة أبرنت مثلا إن my name is شروق و my city and I live in مثلا جيزة وأحط الcity. هعمل ده إزاي؟ بص علشان أعمل كده أنا مثلا أنا لو كتبت هنا name، كتبت هنا مثلا my name is ورحت قلت له name عشان يشيل النيم دي ويحطها، بعدين رحت عملت كوما وقلت له I live in in وحطيت السيتي. بصوا اداني ايرور، كل ده مش متعرف بالنسبه لي. نعمل بقى احنا ايه عشان اعرفه ان انا ده تكست، انا هحط تكست، انا هحط جمله من عندي. نعمل ايه؟ نحطهم في دبل كوتيشن كده او سنجل كوتيشن. طيب تعالوا نطبع كده لو انا حطيتهم في دبل كوتيشن واعمل برنت شوف ايه اللي هيطلع. بصوا تلاقي my name is name و I live in city. بص يعني ما استبدلش name دي بالفاليو بتاعتها وما استبدلش city دي بالفاليو بتاعتها. اول حاجه اقدر استخدمها في السترينج هي ان علشان اخلي name دي تستبدل بالفاليو بتاعتها بحط قبلها الدولار ساين. فاكرين مش احنا جينا قلنا ان انا السبيشال كاركترز اللي ممكن استخدمهم الدولار ساين والاندرسكور؟ هنا يجي استخدام الدولار ساين بقى، ان هنا بقى كده هيشيل النيم دي خلاص. هيشيل النيم ده بقى يعرف ان ده variable بالنسبه لي، النيم دي variable بالنسبه لي هيشيلها ويحط مكانها الفاليو. تعالوا نطبع كده اهي كده my name is شروق، يبقى شال عرف ان هي variable وشالها وحط مكانها الفاليو. نفس الكلام في city اعمل كده خلاص، حتى لونها بيتغير لانه بيعرف خلاص ان دي variable تمام. فهيطبع كده my name is شروق I live in جيزة تمام. فهمنا الحته دي حته مهمه جدا، ان انا علشان ادخل variable عايزه ان انا اجيب الفاليو بتاعه في string لازم احط الدولار ساين قبله تمام. فهمنا الحته دي. طيب فلنفترض مثلا ان انا عايزه هنا مثلا مثلا اسميه مي اوكي، وعايزه احط مثلا 3 سطور تحت بعض. لو جيت عملت كده كتبت الشروق عملت انتر is 25 مثلا years old رحت عامله سيميكون. شايفين الانتر اللي انا عملتها دي خليته مش عارف السترينج، مش عارف فين السترينج فين الفاليو اصلا تمام. يعني مش فاهم هو الجزء ده. طب لا انا عايزه يطبع لي 3 سطور تحت بعض، يعني تبقى كده كده تبقى كده I am شروق كده، يعني ينزل انتر تحت I am مثلا 25 years old. انا عايزاه يطبع لي ده، انا عايزاه يطبع لي تحت بعض مش جنب بعض. طيب
يبقى انا عندي string بتوفر لي حاجه اسمها المالتي لاين. تمام، دي بتبقى ايه؟ ان انا استخدم يا اما 3 دبل كوتيشنز كده ودي 3 دبل كوتيشنز، وهنا بقى احط بقى اللي انا عايزاه كده I am مثلا استخدم بقى النيم بقى name I live in وبعد كده السيتي. تمام، واجي هنا بقى خلاص على طول كده اجي اقول له لا اطبع لي مين. تمام، واعمل رن. شوف هيطبعوا لي تحت بعض ولا هيطبعهم لي ايه جنب بعض. بصوا طبعهم فعلا تحت بعض زي ما انا حاطاه. ونفس الكلام على فكره انا ممكن استخدم الدبل كوتيشن ولا استخدم السنجل كوتيشنز كده واحده اهو، تبقى نفس الحاجه بالظبط، مش هيقول لي اي مشكله، مش هيدي اي ايرور. هيكتب لي I am sure I live in كذا انجليزي. تمام، فهمنا الحته دي. الحته دي برضو مهمه عشان اعمل مالتي لاين، اعمل حاجات تحت بعض. طيب فلنفترض تمام ان انا بقى مش عايزه بقى الكلام ده، انا عايزه ايه؟ اكتبهم يبقوا في سطر واحد، ما افضلش ادوس انتر انا وانا احط في المالتي لاين، انا عايزاهم في سطر واحد. خلاص، يبقى عندي كاركتر ينزل لي هو اللاين. في عندي كاركتر اللي هو ده ده كاركتر دورت بتعرفه لما اعمل كده الداش ان دور السلاش ان سوري، دورت بتعرف ان ده كده هينزل نيو لاين. طب تعالى نجرب. واحط بقى في سترينج عادي، انا مش مستخدمه المالتي لاين، واكتب I am واكتب كده name خلاص، وبعد كده سلاش ان. تمام، واكتب I live in كده city. تعالوا نشوف هينزل سطر ولا هيطلع لي في السطر نفسه. بصوا اهو نزل سطر خلاص، وكده كده عشان حاطين سبيس جنبها، يعني انا كنت شلت السبيس كده وطبعت اهي، هتلاقوا ان مفيش سبيس خلاص، نزل ايم شرو واي ليف ان جيزه. خلاص، يبقى هو عرف من السلاش ان كده ان انا هنزل سطر. خلاص هنزل سطر وانت سبت لي سبيس بعديها، خلاص يبقى تمام، يبقى انا هنزل سطر وبعدين اسيب سبيس وبعدين اكتب لك الجمله التانيه. حلو كده. طيب في حاجه كمان دارت بتحطها لي مش زي السلاش ان كده، بس بتعمل ايه؟ بتعمل تاب، يعني بتعمل سبيس. هي السلاش تي جايه من تاب. طيب تعالوا نجرب كده، مثلا انا عايزه اكتب I am شروق خلاص. بصوا هنخليهم لازقين في بعض. تمام، سوري هنعمل كده مثلا، خلي اي وليف لازقين في بعض، وعندنا نعمل سلاش تي. تمام، ونشوف ايه اللي هيحصل. هل هتطبع لي اي سلاش تي ليف ولا هتطبع لي اي سبيس ليف، ولا هنشوف يعني. اهو بصوا بقى طبعا تاني I am شو I سبيس live. تمام اهو، يبقى فاهم السلاش تي. يبقى احنا عندنا كده في 2 كاركترز اهم، السلاش ان والسلاش تي، دول سبيشال كاركترز. دي بتعمل نيو لاين ودي بتعمل سبيس. تمام، فهمنا الجزء ده. تمام، يعني هنحتاجه قدام، في وقت هتحتاجه في وقت الموضوع مش هيبقى مهم، مش هتبقى محتاجه. طيب فلنفترض ان انا عايزه ايه، عندي الجمله دي هي كده. تمام، مثلا نقول مثلا I am true سلاش خلاص، هي جملة كده سلاش today I will work. تمام، دي الجملة خلاص، دي الجملة اللي أنا عايزة أطبعها. ناخدها كوبي كده، عاملين ايه، رايحين في دارت، وأقول له string مثلا word، جملة أنا هطبعها، أعمل double quotations وكده، أعمل كده. طيب باجي أقول له اطبعه لي. خلاص أنا عايزة أطبعها حرفيا تبقى كده I am true slash today I will work. أنا عايزة أعملها كده، مش جاي بقى في دماغي بقى السبيشال كاركتر اللي هو سلاش تي ولا الكلام ده، انا عايزه اطبعها كده. طيب تعالوا نشوف. بصوا عمل ايه، ام شروق سبيس وشال التي، لانه فهم بقى ان سلاش تي دي هو انا عارفها، انا عارف سلاش تي دي هتجيب لي سبيس. خلاص، مش يعني مش هستخدمها في حاجه تانية هنا خلاص. هو دورت انا عارف ان سلاش تي دي هتعمل سبيس، فانا عملت سبيس ماليش دعوه بقى، وحطيت الباقي توداي وبعدين كتبت I will work. طب ماشي، طب انا بقى لو عايز استخدم بقى خلاص سلاش توداي دي، انا عايزاها تطلع سلاش توداي، انا مش عايزه استخدم اللي قدرت توفره لي ان السلاش تي دي تبقى سبيس. لا انا عايزه اطبع جمله كده على بعض.
دارت بتوفر لي حاجه اسمها رو سترينج. رو سترينج دي بتلغي لي بقى، يعني بتعرف دارت ان لا ما تستخدمش الحاجات اللي انت حافظها، انا عايزه السترينج ده، اطبع لي السترينج ده كده زي ما هو رو سترينج. خلاص باجي قبل الدبل كوتيشنز كده احط ار جاي من رو سترينج، واجي اعمل رن، شوف هيظهر لي اي ام شروق سلاش today I will work، ولا هتظهر لي بالسبيس زي المره اللي فاتت. بصوا ظهرت لي رو سترينج زي ما هي بالظبط، ما غيرتش فيها حاجه. نفس الكلام ده على فكره رو سترينج، مثلا لو كتبت شلت شروق ورحت عامله كده نيم زي ما انا عامله، خلاص معنى ان انا حطيت رو سترينج ده بقول له اطبع لي الجمله زي ما انا كاتبها بالظبط، لا تشوف بقى لا في فاريبل تحط لي الفاليو بتاعه، ولا تشوف لو في سلاش تي تحطها تظبطها، ولا اي حاجه من دي. فهيجي هنا لو عملت ران هيطبع لي دولار ساين نيم، مش هيروح يجيب لي الفاليو بتاعتها. فاهمين قصدي؟ بس هيروح شايل بس النيم دي، مش هيشيل قصدي النيم دي، ولا هيجيب الفاليو بتاعها، ولا هو يطبع له سترينج، السترينج زي ما هو بالظبط، لا غير فيه حاجه ولا عامل فيه حاجه اهو. I am دولار نيم وسلاش today I will work. خلاص دي الحاجات اللي السترينج بتوفرها لي. لما نيجي نخش اصلا في الداتا تايبس خلاص هنلاقي string ليها علاقة بكذا حاجة، يعني باقي الداتا تايبس string ليها علاقة بيهم. خلاص وهنبدأ نخش المرة الجاية هنخش في النمبرز وهنشوف ايه علاقة السترينجز بيهم. خلاص طيب يبقى احنا كده عرفنا أول حاجة ازاي نعرف string. خلاص ان احنا ممكن نحطه ما بين single quotation او double quotation الفاليو بتاعها. خلاص ازاي ان احنا نعمل multi line، خلاص ودي مهمة جدا. خلاص طيب ازاي ان انا اشيل المالتي لاين بقى وابدا استخدم السبيشال كاركترز اللي هو سلاش تي وسلاش ان. سلاش ان بتعبر لي عن ان انا هعمل نيو لاين، تمام، وسلاش تي بتعبر لي انا هعمل تاب سبيس، تمام. طيب عرفنا ايه هي الرو سترينج. الرو سترينج ان انا احط سترينج اعملوا لي زي ما هو، ما تبدلش الفاريبل بفاليو، ولا تستخدم السبيشال كاركترز بتاعتها تشوف هي بتعمل ايه وتعمله لي، لا انا عايزه السترينج اللي ما بين الدبل كوتيشن ده او السنجل كوتيشن ده يتطبع زي ما هو، تمام. بس كده، ده النهارده اللي احنا يعني محتاجين نفهمه عن السترينج، وان شاء الله المره الجايه هنبدا نخش في النمبرز ونعرف عنها اكتر. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.